هي الحقيقة أنه الإيمان أصل السلوك. شوف أنت لما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن كنت منتفع بإسلامك لابد أن يكون أنت مخلص في أن النبي صادق، بعدين يجي الإيمان، بعدين يزيد الإيمان باستمرار. في أي مرحلة من المراحل العقول الكبيرة تؤمن، كل حاجة زادت عن إدراكك ما تنكرها، لأنه إنكارنا لما لا ندرك معناه جعلنا أنفسنا حكم على الحقائق. ودي مسألة مهمة جدا من المسائل اللي نحن بنواجهها هسه. نحن بنقول كلام كل ما يرد علينا به أنه ده كلام غريب، ده كلام شاذ. أنت في الحقيقة لما تقول أنه الكلام ده غريب، الغرابة ما دي نسبية. يجوز عندنا نحن بداهة وعندك أنت غرابة، هل بترفض لمجرد أنه غريب؟ الإيمان هو عنصر السلوك باستمرار. والحقيقة العقول الكبيرة اللي بتدرك حقيقتها ما بتنكر ما تجهل، تنتظر ليس ما ينكشف لها الحق، إما أن تنكر على بينة أو تؤمن على بينة. فالإيمان إذن هو في الحقيقة عنصر سلوكنا. يعني نحن قاولين صلوا الظهر 4 ركعات ما بنعرف ليه، وجب أن نؤمن به لأنه نحن عرفنا أنه نبينا صادق وهو مرسل من الله، لكن ما نفتكر أنه ما مطلوب مننا أن نعرف ما نؤمن به. الإيمان مقدمة للمعرفة. أي إنسان بيفتكر أنه الإيمان يجيب به بالصورة دي ما تصير لقدام. فكأنما المرحلة زي ما نحن دائما بنضرب مثل، انت عايز من هنا تمشي لمشوار، لما تطلع في ختم الباب ده قد تشوف قدام نظرك نص كيلو، هذا ايمانك ماشي قدامك بين يديك. المرحلة اللي انت متأكد منها المرحلة اللي انت واقف فيها، لكن النص كيلو ده رح تصله، بعدين ايمانك يمشي قدامك، وما وصلته انت من قبل كان ايمان يصبح علم. فالايمان هو هذا العلم. الايمان هو عكاز العقل الاعمى في مجاهيل المعارف، باستمرار يمشي قدامنا ونحن ماشيين لنعرف منطقة الإيمان.